زمان وقت ما تنانين كانت مجرد أسطورة موجودين في جزيرة منعزلة لحد ما الأسطورة دي اتحولت لحقيقة، وبيكون عايش فيها لوكاس مزارع بسيط عايش مع أهله لحد ما في يوم بيتهم بيتعرض لغارة من عصابة وبيتم حرق البيت وقتل أهل لوكاس قدامه وهو مستخبي ومش قادر يعمل حاجة ينقذهم بيها، وبيفضل شايف العصابة وهما بيتكلموا إنهم هيتقابلوا تاني بعد أسبوع عشان يكملوا الغارات اللي بيعملوها على القرى البسيطة. وبيقرر لوكاس إنه يحاول ينتقم منهم وياخد مواشي والده عشان يبيعها ويأجر مرتزقة يقتلوا العصابة اللي قتلت أهله، وبيبيع المواشي وبيقبض فلوسهم، وبيلاقي ملك المدينة معدي قدامه عشان يسمع شكاوى المواطنين وبيحاول إنه يتكلم معاه إن في عصابة بتهجم على القرى وقتلوا أهله، لكن الحارس بيمنعه يقرب من الملك وبيقول له إن مفيش مجرمين في عهد الملك وإنه لو عاوز يقتلهم يبقى يأجر أي صياد من أي حانة أحسن ويقتلهم بنفسه. وأثناء ما هو ماشي بيشوف بنت بيعجب بيها لكنه ما بيلحقش يتكلم معاها، وده لأنها بتروح لوالدها، وبعدها بيطلع على أقرب حانة موجودة عشان يأجر صياد منها. وأول ما بيدخل الحانة بيلاقي واحد اسمه داريوس بيقوله إنه سمع مشكلته مع الملك وإنه هيساعده في قتل العصابة لو أجره هو، لكن بتيجي عصابة تانية بيقولوا له إنه ممكن يأجرهم هم بكيس الفلوس اللي معاه، وأثناء كلامهم بتقدر العصابة إنها تسرق الفلوس اللي معاه وبيطلعوا حرامية، فبيتخانق معاهم داريوس بسبب إنهم خدوا الفلوس اللي كان هو هياخدها، وبيهرب لوكاس من الحانة قبل ما يتقبض عليه وهو من غير الفلوس، وبيقضي الليل في مكان ضلمة، وبيكتشف تاني يوم إنه في ورشة حداد وبيحاول يعمل صفقة مع الحداد إنه يديله سيف مقابل إنه ما يقولش للناس إنه بيغش في الحديد بتاعه، وده بيعرفه لوكاس لأنه عنده خبرة في الحديد، وبيوافق الحداد إنه يديله السيف اللي هو عاوزه، وبينصحه إنه عشان يقتل العصابة اللي حرقت بيته مش محتاج سيف إنما محتاج تنين، وساعتها محدش هيقف قدامه، وبيقوله إن الأسطورة حقيقية وإن التنين عايش في الجبال وممكن يساعده مقابل كيس مليان بذور، وبيصدقوا لوكاس وبينطلق في رحلة البحث عن كهف التنين واللي عاوز يجنده في الغابة لحد ما بيوصل كهف ضخم وبيدخل فيه وبيفضل يسمع صوت حواليه لحد ما بيشوف تنين قدامه ضخم طالع من الضلمة، وبياخد التنين كيس البذور من معاه وبيرميها على لوكاس وبيوقعه في الأرض، وبيفتكر لوكاس إن التنين هياكله أو هيقتله وبيفضل يترجاه ما ياكلوش، وبيقوله إنه جاي عشان يساعده في الانتقام من العصابة، وبيلاقي إن التنين بيتكلم قدامه وبيسأله عاوز يلاقيهم ولا يقتلهم، وبيقوله إنه عاوز ينتقم منهم، وبيكتشف لوكاس إن التنين أنثى وإن اسمها سيفس وإنها معترضة على فكرة الانتقام وإنه هيموت لو سعى للانتقام عشان كده مش هتساعده، فبيرمي لها البذور وبيقول لها إنه هيتصرف لوحده مش عاوز مساعدتها، وبينام لوكاس في الغابة وبيصحى على صوت حصان قدامه وبيلاقي إن في سرج كمان جنبه، وبياخد الحصان عشان يتحرك بيه من غير ما يفهم الحصان جاله إزاي، وقبل ما يتحرك بيلاقي داريوس في ظهره بيخضه وبيقوله إنه جه عشان يساعده يلاقي العصابة اللي قتلت أهله، وإنه في طائر صغير هو اللي قال له مكانه، قرر مساعدته لأنه هو صغير برضه أهله اتقلبت بيهم العربية وماتوا، وراح للتنين عشان يساعده لكن التنين رفض، ومن ساعتها قرر إنه يساعد الناس ويتم تأجيره، وبيتفقوا إنهم يدوروا على أول واحد وهو اللي لابس فرو ودب وبيسموه بالدب، وبيقول داريوس قبل ما يتحركوا إنه لازم يتدرب شوية على استخدام السيف وده عشان لو احتاج مساعدته، وبعد ما بيخلصوا تدريب بيمسك داريوس دود من على الأرض وبيسألهم عن اتجاه الدب، وبيبان إنه بيقدر يتواصل معاهم زي ما تواصل مع طير، وبيعرف إن الدب هيرجع من نفس الطريق اللي هم فيه، وبيقرروا إنهم يستخبوا ويعملوا له فخ ويقتلوه، وبيفضلوا قاعدين مستنيين وهم بيتكلموا عن التنين. بيسأل لوكاس عن سبب إن الكل بيقول على التنين إنها خاينة، فبيحكي له داريوس إن زمان كان في حروب كتير في الأرض لحد ما ظهرت سيفز وساعدت الملك في حروبه، لكنه اتصاب بشكل كبير، وساعتها كانوا عارفين إن سيفز قادرة إنها تشارك بقطعة من قلبها لأي إنسان وتحميه من الموت، لكنها رفضت ساعتها، وبعد ما الملك خف قلب كل الشعب عليها وقال عليها خاينة، وده لأنها اتنازلت عنه وهو بيموت، وساعتها اتطردت من الأرض وعاشت في الكهف لوحدها، وفجأة بيلاقوا إن الحصان بتاع لوكاس بيبوظ في حاجات داريوس، فبيروح داريوس عشان يضرب الحصان بيلاقيه اتحول لسيفز وبيتفاجئوا بيها وبتقول لهم إن التنانين الذكور بيتحولوا لصخور وجماد، أما التنانين الإناث بتتحول لأي نوع من الحيوانات، وإنها اتحولت لحصان وجت ورا لوكاس عشان تتأكد من سلامته، لكن داريوس بيرفض إنه يفضل معاها في مكان واحد لأنها خاينة، وبيقول للوكاس إنه يخلي باله منها لأنها مش هتساعده زي ما هو فاكر، وبيسيب له فلوسه وبيمشي، وبيفضل لوكاس مع سيفز لحد ما في مرة بيلاقي إن الدب وعصابته من الهمج قريبين منه، وأول ما بيشوفوه بيهجموا عليه فبيهرب منه، وبيفضل ينادي على سيفز عشان تحميه وكمان تقتلهم، لكنها بترفض إنها تقتلهم لأنها مش عاوزة تموت بشر، فبتنشغل بيهم لحد ما الدب بيقدر إنه يوصل للوكاس على حرف الجبل وبيمسكه من الحزام بتاعه، لكن حزام لوكاس بيتقطع وبيقع الدب من على حرف الجبل وبيموت زي ما لوكاس كان عاوز، وبكده بيكون اتخلص من أول واحد، وبيكون تاني شخص من العصابة اسمه الذئب، وبيبدأوا إنهم يحاولوا
بيعرفوا طريقه لحد ما بيوصلوا غابة وبيباتوا فيها لتاني يوم، وبيصحوا على عصابة الذئب وهم بيحاولوا يقتلوهم عشان يسرقوا اللي معاهم. وبتحاول سيفز إنها تحمي لوكاس على قد ما تقدر، لكن الذئب بيقدر إنه يوصله، وقبل ما يقتله بتهجم عليه سيفز وهي متنكرة في كلب، وبتنقذ لوكاس منه، وبياخدوا الذئب كرهينة عشان يدلهم على باقي العصابة، وبيقولوا للذئب إنهم المفروض كلهم يتجمعوا في جحر الأفعى واللي تعتبر فردة من العصابة. وبيوصلوا الكوخ بتاعها وبيفضلوا مراقبينه من بعيد، وبيلاقوا إن داريوس كان مراقبهم وقرر هو اللي يقتل الأفعى بنفسه، لكن خطته بتفشل وبتهجم عليه عصابة الأفعى وبيحاولوا يقتلوه. وبيقرر لوكاس وسيفز إنهم يساعدوه، لكن سيفز بتاخد بالها إن الذئب هيهرب منهم، فبتجمد دراعه لدرجة إنه بيتقطع منه وبيقع في البحيرة. وبتروح سيفز عشان تنقذ داريوس من عصابة الأفعى، وبتقدر إنها تضربهم كلهم. وبيكون لوكاس بيحاول يضرب الأفعى لحد ما بيوقعها في الأرض، والكرة الجليد بتاعت سيفز بتيجي في داريوس بالغلط، فبيقع هو والتنين على الأرض وبيتوجعوا جامد، وما بيفهمش لوكاس إيه اللي بيحصل. فبيقوله داريوس إن يوم ما أهله ماتوا كان هو كمان بيموت، لحد ما جت سيفز وشاركته بنص قلبها عشان يعيش. ومن ساعتها وهو مرتبط بيها، ولأنه قادر يفهم لغة الحيوانات والطيور وكمان يتواصل معاهم، وساعتها اتأكد إنه على صلة بسيفز وراح عشان يخليها تساعده في الانتقام من اللي قتل أهله، لكنها رفضت، ومن ساعتها وهو بيكرهها. وبعد ما لوكاس بيفهم القصة بيرجعوا تاني لكوخ الأفعى عشان يدوروا فيه، وبيلاقي داريوس إن في رسايل كانت هتتحرق، فبياخدها معاه عشان يقراها. وبيكونوا واخدين الأفعى معاهم بعد ما الذئب هرب منهم عشان يعرفوا منها مكان آخر واحد في العصابة وهو العقرب، لكنها بترفض تعترف بمكان العقرب. فبيحاول داريوس إنه يخلي لوكاس يقتلها بإيده عشان ينتقم منها، وبتحاول سيفز إنها تخليه يسلمها لسجن المدينة تحت أمر الملك. وبيتخانق داريوس معاها وبيقول لها إنه لازم ينتقم بنفسه زي ما هو كان نفسه ينتقم من اللي قتل أهله وقلب العربية بتاعته على الطريق، لحد ما بتضطر سيفز إنها تعترف له بالحقيقة، وبتقوله إن اللي كان على العربية هو الملك نفسه ساعة ما كان مصاب، وهو اللي أمر السواق بتاعه إنه يقلب العربية عشان يعدي لأنه كان مصاب جدا ساعتها، وهي لقيته قرب يموت وأنقذته بنص قلبها. وأما الملك احتاج مساعدتها ما كانش ينفع تديله نص قلبها لأنها كانت شاركته مع داريوس خلاص، ومن بعدها اتلقبت بالخاينة. وبيفهم داريوس إنه كان ظالمها كل المدة دي، وبيقرروا إنهم يسمعوا كلامها ويسلموا الأفعى لمأمور السجن. وبيعجب لوكاس ساعتها ببنت مأمور السجن أوانا، وبيجيلها بالليل عشان يتكلم معاها، وفي نفس الوقت بيكون داريوس قاعد في حانة وبيقرا الرسالة اللي لقاها في كوخ الأفعى، وبيعرف إن العصابة كلها كانت شغالة مع الملك تحت أمره، وإن هو اللي بيأمرهم بتدمير القرى عشان يجبر شعبه إنهم يحتاجوا له وينسوا قلة الأكل والمجاعة اللي بتتعرض لها المدينة. لكن أثناء ما بيقرا الرسالة بيلاقي إن حراس الملك مسكوه ووقعت منه الرسالة في الأرض، والملك بنفسه جه عشان يضربه ويقوله إنه ما يتدخلش في شغله ويقبض على حد لأن ده شغله هو. وبياخد واحد من الحراس الرسالة على أساس إنها فلوس، وبيرجع داريوس لسيفز وبيحكي لها اللي حصل. وبيكون العقرب ساعتها وصل لمكان سجن الأفعى وقدر إنه يحررها، وبيحرق بيت أبو أوانا، لكن سيفز بتنقذهم من الحريق، وبيحملها لوكاس ذنب اللي حصل وإنهم لو كانوا قتلوا الأفعى من بدري ما كانش كل ده حصل. وبيسيبهم وبيقرر إنه يدور عليهم بنفسه ويقتلهم، وبيروح داريوس وراه. وبتحاول سيفز إنها ترجع الرسالة اللي مع حارس الملك عشان يفضحوه، وفي خلال طريق لوكاس وداريوس بيهاجمهم مرتزقة العقرب وبيخلص عليهم داريوس، لكن العقرب والأفعى بيهجموا عليهم وكمان بيهزموهم وبيحاولوا يقتلوهم. فبيقدر داريوس إنه يتواصل مع سيفز وبيطلب منها مساعدتها عشان تيجي تنقذهم، فبتسيب المهمة اللي عليها وبتروح عشان تنقذهم، وبتهجم على الأفعى وبتقتلها قبل ما تقتل لوكاس. وبيقدر داريوس إنه يقتل العقرب، لكن لوكاس بيكون مصاب بدرجة كبيرة، فبتنقله سيفز المكان يتعالج فيه، وبتفضل جنبه على شكل قطة لحد ما بيفوق ويقدر يقوم. وبيكون الملك عارف مكانه وجاي عشان يقبض عليه، فبتظهر سيفز بشكل التنين قدامه وبتواجهه بالخيانة اللي خانها لشعبه واستغلاله ليهم ومحاولة تدميرهم. وبيظهر داريوس بعد ما قدر إنه يوصل للذئب اللي ما كانش مات من وقوعه في البحيرة، وبيعترف الذئب على الملك إنه كان بياخد أوامره منه، لكن الملك بيأمر جنوده بقتل كل المعارضين ليه. فبتتكلم سيفز وبتقول إن أي حد قادر يعترف على الملك هي اللي هتحميه بنفسها، وبيبدأ كل جنود الملك يتقلبوا عليه لحد ما بيتقدم للمحاكمة وبيتسجن. وأخيرا بترجع المدينة لأفضل حالة، وبتساعد سيفز كل أهل البلد إنهم يبدأوا زراعة البذور واللي كانت بتحوشها في الكهف بتاعها. وبيرجع تاني لوكاس لبيته عشان يعيد بناؤه من تاني، وبيكون مع أوانا مراته وداريوس صديقه ومعاهم سيفز. وبس كده بيخلص فيلمنا النهاردة.